سلام متتبعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو لقاكم نتوما بخير وعلى خير. شحال هذه ما نزلت معكم، اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو. بديت لكم بالطويجين كيف ما كتشوفوا على الصوره. خديت جوج طروفه ديال جوج فخيضات اللي خديت، وواحد طريف ديال الصدر. حكيت الثومه، قطعت بصيله، وغادي نشارك معكم طويجين ديال خفن زربان كيجي زوين بزاف. وانتم غادي ديروا الخضره اللي كتناسبكم واللي متوفره عندكم. بالنسبه للعطريه، درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وشويه ديال زيت الزيتون ولا الزيت الروميان اللي عندكم غادي نديروه، وزيت القزبور ومعدنوس. غنشحر هاد التقيطعات هادو ديال الدجاج مزيان صافي، وغادي نستف عليهم الخضيره. كيف ما قلت لكم نتوما غديروا الخضره اللي كياكلوا وليداتكم او اللي كتبغي خاطركم. صافي غادي ان شاء الله نشحر هذا الشيء، وغادي نستف الخضيره ديالي ونخلي الطويجين يطيب على المهل حتى تشوفوه معايا ان شاء الله في النتيجه النهائيه. صافي هنايا من بعد ما شحرته مزيان، رويت عليه واحد شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا. البصيله راها تعسلات، وغنستف دابا الخضيره ديالي ان شاء الله ونخليه هكا يطيب. بديت بخيزو هو الاول، ها نتوما درتو هكايا على شكل طولي. المهم بالنسبه للطاجين، راه اي خضره تديروها فيه كتجي فيه زوينه. يعني هي الطويجين تيزين هذيك الخضيره. زدت هنا شويه ديال اللوبيا كيف ما كتشوفوا. ممكن انكم ديروا قريعه خضراء، ديروا بسباس، اللي عندكم في الخضره كديروها في الطاجين كتجي زوينه. انا اكتفيت غير بخيزو اللوبيا والبطاطا فقط، لان هادشي اللي تياكلوا ليا وليداتي وهادشي اللي كيطلبوا ليا. صافي كنديروا ليهم الخاطر ديالهم، وكل واحد كيتمشى على داك الشكل اولا داك الشيء اللي تيبغيو ليه وليداتو. بالنسبه هنا لولادي كيحمقوا على اللوبيا، سواء في الطاجين اولا في الطنجره هكا مع اللحم، كيحمقوا عليها. صافي هنايا الخضيره كيف ما شفتوا راه انا حطيتها عشوائيا، ما استفتها ما والو. وانتم ديروا الشكل اللي بغيتو. المهم الطويجين راه تيطلع زوين بزاف. انا من العشاق ديال الطاجين بالانواع ديالو، سواء كان هكايا باللحم ولا بالدجاج ولا بالقنيه اولا بالشما، كنحمق على الطاجين. وحتى ديال البصله والزبيب حتى هو تيعجبني. صافي هنايا غادي نكمل معكم اخوتي. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، كتشجيع منكم باش نبقى ننزل معكم هكايا في القناه، لان غبرت عليها بزاف. وتشجعونا هكايا بتعاليق زوينه محفزه. الله يكبر بكم. شوفوا هنايا درت البطاطا هانتومايا، وزدت شويه ديال المعدنوس هكا من الفوق، وغنزيد واحد شويه ديال البزار هكا باش تجي ديك البطيطه كتجي بنينه. صافي هذا هو الطاجين، ما كنحزرو ما كنبزرو. صافي كندير ليه بحال هكا وكنسد عليه كيجي زوين بزاف. اليوم عندي بزاف ما يدار، خصني نخرج نتقدى شي تقديه من على برا، وما بقاوش عندي اللحوم نهائيا في الثلاجه خوات. غادي نجيب شي تقديه. فدرت هذا الشيء اللي قسم الله اللي كان عندي في الثلاجه هو اللي درته. صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب، وغنمشي نغسل واحد شويه ديال الباربه عندي باش غادي نسلقها ان شاء الله، باش ندير بها واحد السلطه اللي غنديرها مرافقه للطاجين. كيف ما شفتوا هنا من بعد ما غسلتها من داك التراب مزيان، حيت ليها دوك الريوسه وحطيتها هنا كتسلقها نتومايا. راه حطيتها بالجلده ديالها، غير هي غسلتها مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نخليها تسلق ليا ان شاء الله باش ندير بها سلطه. وكيف ما كتعرفوا راه ماشي كنكونوا واقفين في الكوزينه، يعني كنكونوا دايرين غير حاجه وحده. راه ايدنا هنا وايدنا هنا. والطويجين ديالي ها نتوما كيفاش جا، راه البخار ما خلاش انه يبان مزيان، جا زوين وطفيت عليه. خرجت هنا خوتي باش نتقدى اللحوم اللي خاصيني. صافي هنايا جبت معايا هاد الشيء تبارك الله ما شاء الله. هاد الشيء كنشاركو معكم ماشي للتباهي، وانما غير كنشارك معكم اليوميات ديالي انا ووليداتي. المهم خديت الصدوره ديال الدجاج جوج، وخديت السوسيس، خديت القطبان ديال لادانت، وخديت السوسيس الحار والسوسيس العادي وشويه ديال الكفته. صافي بالنسبه لهذا الشيء اللي تتشوفوا اخوتي، راه تنقسموا يعني كل باكيت ديال الكفته كنقسمها على جوج، السوسيس كنقسمها على جوج. المهم كنحتاجها هكا في طويجنات. كفته كنحتاجها هكايا شي مرات الا كنت مزروبه ما عنديش الوقت اولا خارجه مدروكه، كنجي كندير طويجين بلا صوص وكفيته، وكنتغداو به انا وليداتي. صافي وكنتهنى. بالنسبه للصدوره ديال الدجاج حتى هما كذلك ومثال كنقسمهم. هنا جيت كنقلب في بيم، كنقلب على لي ديودورون، ما بقاوش عندي لا انا لا وليداتي، جيت باش نشريهم. وشاركت معكم هنايا
هاد اللقطات من داكشي اللي لقيت في البرومو. هنايا هاد الصالادير معاها 6 لقيتها ب 89 درهم. وهذا المول هذا تا هو ديال الفران داير 59 درهم. زوين البنات، قلبته زوين بزاف بزاف. هادشي اللي شايط في بيه من اللي حدايا انايا ديال هاد الجمعه اللي فاتت. هنايا هاد الفراقات هي زوينه هكا، ممكن انكم ديروا فيهم لي ماكارون، ديروا فيهم الكلاص. وكنشارك معكم هاد البلاك هادي راها زوينه بزاف. انا عندي صيفط ليا الاخ ديالي من ايطاليا، الله يحفظه ليا، ما نقولش لكم شحال زوينه، كتهنيكم، كطيبوا كل شيء في سرعه البرق. بالنسبه اللي خاصاتو شي شبيكه هكايا الحويجات اللي سواء اللي بغي ينشرهم او ملي كينشفوا كتبغيو هكايا تجمعوهم، زوينه هاد الشبكه اللي جابوا بهم هاد الاسبوع، زوينه بزاف. وحتى الكاليتي ديال البلاستيك ديالها حتى هي زوينه، عجباتني. المهم ما لحقتش انني نصور لكم بزاف ديال الحوايج، انا جيت على ود اسبيروكس ما لقيتوش، ولقيت واحد البديل ديالو غادي نشاركو معكم في الاخر ديال الفيديو. وهنايا هاد الطبيصلات هادو تا هما زوينين هكا بالنسبه للزبده والفطور، عسيله، الزيتون، فريميج، فنين البنات، زوينين بزاف. هذه سوبيرا راها شحال هذه محطوطه هنايا في هاد البيم اللي حدايا، مازال منها واقيلا شي 3 البياسات. وهنا كنشارك معكم هاد المنظف هذا اللي هو جديد، هذا راه جابوه في بلاصه اسبيروكس منافس ديالو. انا قلبت على اسبيروكس ما لقيتوش، ولكن خديت هذا، خديت الزرق وخديت الصفر، هادو بجوج بيهم راهم زوينين. هذاك الصفر راه غزال الدهون، البلاك ديال الكوزينه هكايا. بالنسبه للزرق الروبينيات ديال الدوش. بالنسبه للصدى وكنشارك معكم هاد لافانس هذا راه زوين بزاف. الحشرات خصوصا شنيوله، انا غنشارك معكم الثمن ديالو ها هو 34 درهم فاصله 90. وكاين هذا ديال سراق الزيت ب 16 درهم فاصله 90 حتى هو هكا، اللي كيكون عندهم تحت الباب تيدخل لهم شي سراق زيت هكا ترشوه على الباب راه يهنيكم منه. بالنسبه لهاد كيف ما قلت لكم هاد اللي عوضوا به اسبيروكس غير خذوه راه زوين بزاف. هذا صابون ليكيد سميتو مايور. بالنسبه اللي كياخذ هكا الصابون ليكيد هذا راه اقتصادي، راه كبير فيه ايترو، يعني زوين، ممكن انكم تاخذوه وتبقاو تعمروا به دوك القرعه ديالكم اللي كتحطوا هكا في الحمام. صافي هنا الخوت خرجت من بيم ومشيت عند مول المكياج باش ناخذ هاد لي دودورون، لان تسالوا لي لا انا لا ولدي لا لبنتي لا لمول الدار، وخديت هادو. كاين اللي دايره 23 درهم، كاين اللي دايره 35، كاين اللي دايره 40 درهم. المهم هادو هما الانواع اللي خديتها نتومايا، حتى تقولوا لي شكون اللي زوين بزاف واللي كتستعملوهم باش نبقى هكايا حتى انا ناخذهم. هنا وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، ما سخيتش بكم، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.